اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: تعرف على موقف موديست من المشاركة في اللقاءات القادمة بعد طرده. تأكد غياب موديست عن مواجهة النادي الاهلي القادمة في نصف النهائي ضد فريق فلومينينسي البرازيلي. قد يغيب بعد كده كمان، يا اما عن النهائي او مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وذلك على حسب لجنة الانضباط والعقوبات. لو قررت ايقافه مباراة واحدة خلاص هيغيب فقط عن لقاء فلومينينسي. لو قررت ايقافه مباراتين يبقى كده خلاص انتهى مشوار موديست مع النادي الاهلي. خبرنا الثاني: تعرف على كيف سيتم حضور جماهير الاهلي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي. الفيفا سيعرض على النادي الاهلي 15,000 تذكرة من اجل شرائها وبعد كده توزيعها للجماهير، وكمان في لسه على السيستم عدد من التذاكر لم تباع حتى الان، سيتم طرحها بشكل عام للجماهير، جماهير الفريقين فلومينينسي والاهلي، والاشطر بقى هو اللي يشتري عدد اكبر من التذاكر. خبرنا الثالث: الصحافة البرازيلية تعلق على مواجهة الاهلي لفريق فلومينينسي. قالت الصحافة البرازيلية: الاهلي لم يخشى النجوم الكبيرة في اتحاد جدة، فاز الاهلي بدون اي صعوبة، فاز بالهجمات المرتدة، فاز بعد تألق حارسه وإنقاذه ضربة جزاء لكريم بنزيما. كريم بنزيما سجل بعد فوات الأوان. الأهلي امتلك لاعب عالمي حسين الشحات أحرز هدف رائع. إمام عاشور ضمن انتصار النادي الأهلي في المباراة. ننتظر مباراة صعبة وقوية في نصف النهائي. خبرنا الرابع: كولر يتحدث لأول مرة وذلك على حسابه الرسمي على السوشيال ميديا. تعرف على ما كتبه. نشر كولر لصورة له من اوضته في الفندق وهو قاعد قدام اللابتوب بتاعه وبيتفرج مرة تانية على مباراة الاهلي مع الاتحاد، وعلق على الصور دي وكتب: لذا كالعادة سأشاهد المباراة بأكملها الآن. شكرا لجميع المشجعين الذين جاءوا لدعمنا، تصبحون على خير. خبرنا الخامس: سامي قمصان: الأهلي بيكتب التاريخ ولا يعيش على الماضي. قال سامي قمصان بعد الفوز: نجحنا في التعامل مع اتحاد جدة بامتياز، بداية من إبعاد اللاعبين عن أي ضغوطات والتأكيد على ضرورة اللعب بشخصية النادي الأهلي. الأهلي فريق كبير بيلعب بالمستوى الحالي، الأهلي بيكتب التاريخ ومش بيعيش على الماضي.